عليكم ومرحبا بكم في قناه امنيه للحلويات. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا مع بعضياتنا واحد الصابلي اللي كيجيب النكهه ديال الشوكولا. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. صافي هنايا باش ما نطولش عليكم في الفيديو. كاين هنا اللي غنحتاج في هذه المقادير. غندير غير واحد العجينه صغيره. عندي هنا واحد نص ربعه ديال الزبده المارغرين، نص ربعه بيضه وحده، كاس الا ربع الزيت، كاس الا ربع الزيت، كاس الا ربع السنيده، ساشي ديال الفاني، وواحد 3 ساشيات ديال الكاكاو، وواحد رشيشه ديال الملح طبعا ما ننساوهاش. صافي هذه هي اللي غادي هادشي اللي غنحتاج في هاد العجينه ديال هاد الصابلي. صافي هنا غادي نبدا نخدم العجينه ديالي. غادي ناخذ نص ربعه ديال الزبده، غادي ندير معها الساشي ديال الفاني، رشيشه د الملحه، وداك كاس لاروب ديال السنيده. غادي نخدم هاد الزبده والسكر مع بعضياتهم مزيان. صافي من بعد ما دخلت داك السكر مع الزبده، دابا غادي ندير داك كاس لاروب ديال الزيت، صافي هنا غادي نزيد ديك البيضه بحجم كبير، كبيره البيضه. الا كان داك البيض صغير ديروا جوج. صافي هنا غادي ندير ديك الساشيات ديال الكاكاو، صافي غنبقى ندخل الطحين بشويه بشويه. غنبقى كندخل الطحين في الزبده ديالي، وانا كنجمع غير الاطراف ديال الاصابع ديالي صافي حتى كنتحصل على واحد العجينه متماسكه. ديما كيف ما تنقولوا الصابلي ما كتعجنش، مجرد غير كنجمعوها ملي كندخلوا داك الطحين، ماشي كنبقاو نعركوا فيها.
صافي من بعد ما جمعت العجينه ديالي دابا غنقسمها في النص، ندير القياس اللي غادي نخدم. النص الاخر غادي نغطيه بواحد البلاستيكه، ديروه في الثلاجه اولا خليوه غير حداكم، دابا راه الحال بارد. صافي انا جبت هاد البلاستيكه وغنطلق فيها العجينه ديالي. المهم ما غنديرهاش غليظه وما غنديرهاش رقيقه، لان ما غاديش ندير وحده فوق وحده، غنديرها هكا يعني قاده. يعني نتوما غتشوفوا كيفاش غتكون هكا ملي غادي نطبعها. صافي من بعد ما طلقتها دابا غادي ناخذ هاد الطابع هذا، ما حاجتيش هاد الزواقات اللي هنا لداخل، مجرد حاجتي هاد الدور هذه هو اللي غادي نطبع فيه. هانتوما كتشوفوا الغلط اللي فيها، يعني ماشي غليظه بزاف وماشي رقيقه بزاف. صافي دابا غنبقى نحيدها من البلاستيكه ديالها. غادي نبقى نستف هكا الطاوه، راني حاطاها قدامي وكنحيد وتندير الطاوه. من بعد ما عمرت الطاوه ديالي دابا غادي نديرها في الفران اللي شاعل عليه من الفوق ومن التحت على عافيه 250 عفوا 250 درجه الحراره. صافي غادي نخليه تيطيب على خاطرو. راه هذا مشكل ديال هذا الصابلي ديال الشكلاط، لانه شحال من مره كيغدر لنا هكا بالخطرت في الطياب ديالو، ما كيبانش لينا واش طاب ولا لا. المهم انا باش كنعرفو طاب غير ملي كنشوف الوجه ديالو نشفات، يعني كنقيسها كنلقاها ناشفه، يعني ما عرفتش كيفاش نوصل لكم، ولكن المهم بحال يقول بحال حفظته. وبالنسبه اللي ما اللي خاف يوقع في هذا المشكل، تتخلي واحد شويه ديال العجينه بيضاء كتعز ليها وكتبقى هي اللي باش كتوزني بها هذاك الصابلي ديالك، واش طاب واش تحمر واش مازال. صافي غير بهذاك الصابليه او بديك العجينه اللي كتخليها بيضاء. صافي دابا كما قلت لكم غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي وغادي نطيبها وتزين حتى غادي نسالي هاد العجينه كامله في الطياب ديالها وغادي نخدمها معكم ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما كملت الطياب ديال الصابلي هانتوما كتشوفوا كيفاش تيجي. صافي هنا التزيين اللي غادي ندير ليه هو هاد الموتيف ديال هكا ديال هاد الشوكولا ديال هاد الفرفره، وغنحتاج الفيرميسيل الشوكولا وهاد الحبيبات ديال هاد العقيق هذا. بالنسبه للتعليكه هنا راني مصايباها، هنا راه دايره غير التعليكه ديال العسل، دايره هنا خدمت واحد نص كاس ديال العسل مع نص كاس العسل باش نعطيكم هذاك داكشي مضبوط. المهم نص كاس العسل درت فيها واحد 8 القطع ديال الشوكولا كحله، ودرت معاها هذا معلقه ونص كبيره ديال الكليكوز وواحد معلقه صغيره ديال النكهه ديال الناطا. بغيتو تعوضوها بالنكهه ديال الشوكولا بالنكهه الكراميل بالنكهه ديال القهوه اللي كيبغي القهوه. المهم انايا هادو بالنسبه للقهوه ما عنديش معاها بزاف، بالنسبه ديال الكراميل ولا الشوكولا ما عنديش، كانوا تسالاو ليا. صافي اكتفيت غير بالناطا. صافي هي اللي باش غادي نلصق دابا هاد الصابلي ديالي. كناخذ هكا واحد شويه كان اللي غادي نلصق بها، يعني كندهنها على الصابليه كامله. صافي كنعاون بيديا
كناخد هاد الشكلاطه ديالي كندير هكا الوسط، حتى ناخد هاد الفيرميسي كندير هكايا، كنبقى غادا وانا كندور هكا على الجناب ديال الصابلي ديالي صافي. وهاد الحبيبات كنهزهم وتنبقى نعمر بهم هاد الحفره اللي هنا. صافي كنبقى غادا حتى كنكمل عاوتاني ديك الكميه كاع اللي عندي. كناخد ديك الشكلاطه صافي، غنبقى غادا على هاد الشكل حتى غنكمل كاع الكميه اللي عندي. صافي هذه الحليوه ديالنا من بعد ما كملتها نتوما كتشوفوا كيفاش تجي صراحه، كتجي واحد المنظر رائع. وحتى المذاق حتى هو صراحه تيجي غزال غزال غزال. تنتمنى الاعجاب ديالكم وشكرا على المتابعه.